تحية لكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتين نستهلها بالعناوين. البلاد تحتفل بعيد الصليب. وفد إريتريا يشارك في مختلف المنتديات الدولية في نيويورك. وزارة الزراعة تنظم سيمينارا حول الزراعة الطبيعية. مالي تطرد 5 دبلوماسيين فرنسيين وتوقف التعاون في مكافحة الإرهاب. إيران تستدعي سفراءها لدى الترويكا الأوروبية. وكيم جون أون يدعو إلى شحذ الدرع والسيف النوويين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. احتفلت البلاد اليوم 27 من سبتمبر بعيد الصليب، وقد ألقى نيافة الأنبا باسيليوس الأول البطريرك السادس للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية قداس الافتتاح في الحفل الذي حضره الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة والأساقفة وأعضاء المجمع المقدس والدبلوماسيين المقيمين في إريتريا ورجال الدين وآلاف المؤمنين. وأشرفت الأديرة على قداس الاحتفال وتقديم الأناشيد الدينية من جوفة شباب مدرسة الأحد. وقال مسؤول الدعوة الدينية الأستاذ سيمون بياني فيما يتعلق بمضمون الاحتفال بعيد الصليب: إن أعيادنا الدينية والوطنية تسهم في ترسيخ القيم والوحدة والانسجام، موصيا بنبذ الجشع والكبرياء والسعي وراء ما ليس لك، والافتخار بأنفسنا وهويتنا والحفاظ على قيمنا السامية، داعيا لتمجيد الشهداء الذين مكنونا من الاحتفال بأعيادنا متسمين بالفرح والشجاعة. وقام نيافة الأنبا باسيليوس الأول البطريرك السادس للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية قام برفقة الأساقفة والقادة الدينيين بمباركة الداميرة من الجهات الأربعة، وقدم شعلة الداميرة إلى المدير العام في إدارة الإقليم الأوسط السيد زرئيت ولد برهان لإشعالها، لينتهي الاحتفال بالتبريكات والصلاة. يشارك وفد إريتريا رفيع المستوى برئاسة وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح في مختلف المنتديات الدولية، وذلك على هامش الاجتماع 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا سيما توضيح موقف ونظرة إريتريا في القضايا الدولية. وقد شارك الوفد يومي 25 و26 في الاجتماع الوزاري السابع لمجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والمنتدى 24 لوزراء خارجية الدول النامية التي لا تمتلك منافذ بحرية، والاجتماع الدوري السنوي لوزراء الدول متدنية النمو، واللقاء على عالي المستوى باليوم الدولي للتخلص من الأسلحة النووية، بالإضافة إلى الاجتماع الرابع للمجلس العام رفيع المستوى للمحاربة والسيطرة على الأمراض غير المعدية والتحديات الصحية. وأشار الوزير عثمان في كلمته في الاجتماع السابع لوزراء مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة إلى انعقاد الاجتماع في مرحلة هامة من التغيير الذي يشهده النظام العالمي، موضحا بأن إريتريا التي تحترم القانون والتي دفعت ثمنا لا يستهان به مقابل حريتها وضمان سيادتها واستقلالها السياسي تحترم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعارض بشدة الانتهاكات والتعديات التي تمارسها دول معينة على ميثاق الأمم المتحدة بالتحجج بالمحافظة على المصالح الجيوسياسية. وذكر معاليه في اللقاء 24 لوزراء خارجية الدول النامية التي لا تمتلك منافذ بحرية أن إريتريا التي تمتلك ساحلا طويلا مطلا على البحر الأحمر هي دولة ذات سيادة وموانئها ملك لها، ومن الضروري أن يتحدث أي طرف يرغب في استعمال المنافذ البحرية لأغراض تجارية أو لوجستية بشكل مباشر مع الحكومة الإريترية، وأن أي وساطة من القوى الخارجية ليس له أساس قانوني وسياسي. وشدد على أن إريتريا ترفض أي تدخلات أجنبية تضعف سيادتها، وجاهزة للشراكة العادلة والمتوازنة، مؤكدا على أن موانئ إريتريا مفتوحة للأنشطة التجارية القانونية.
وفي الكلمة التي ألقاها الوزير عثمان في الاجتماع الدوري لوزراء الدول متدنية النمو، ذكر أن التحديات التي تواجه إريتريا سببها الاستغلال الاستعماري والنضال التحرري الطويل من أجل الاستقلال والدفاع عن السيادة، موضحا بأن الضغوطات والمؤامرات الخارجية أعاقت تقدمها التنموي، فيما عرقل الحظر الحادي أقتصادها، وأن سياسات المناكفات والعدائيات المتكررة أجبرتها في توظيف مواردها المحدودة التي كان يجب الاستفادة منها في الأولويات التنموية الوطنية في الدفاع عن السيادة وصون وحدتها السيادية وضمان وجودها. وذكر الوزير عثمان رؤية وموقف إريتريا في هذه القضية، وقال إن من المؤسف مشاهدة ضعف وانتهاك معاهدات الحد من تطوير الأسلحة النووية. وفي غضون ذلك أوضحت المدير العام لقسم المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الإريترية السيدة إلسا هيلة في كلمتها التي ألقتها في الاجتماع الرابع للمجلس العام رفيع المستوى للسيطرة على الأمراض غير المعدية والتحديات الصحية، وكذلك والسياسة الصحية التي تتبعها إريتريا والنظام الصحي الذي نشرته والتطور الذي حققته وتحدياتها، وقالت يجب تناغم الاستجابة الدولية بوضع الاعتبار لواقع كل دولة في جهود السيطرة ومكافحة الأمراض غير المعدية وتحديات الأمراض النفسية التي لها الطابع العالمي. عقدت وزارة الزراعة بالتعاون مع شركائها سيمينارا يوم 25 من سبتمبر في ماي نفع تركز حول الزراعة الطبيعية من أجل منتجات زراعية آمنة ومغذية. وقال المدير العام لقسم الإرشاد الزراعي السيد سمر أملسون في السيمينار الذي شارك فيه كبار المسؤولين في وزارة الزراعة والخبراء وأعضاء مؤسسات التعليم العالي والشركاء إن كميات كبيرة من الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية تستخدم لحصاد إنتاج وفير، مما يتسبب ذلك في تلوث البيئة وإحداث مخاطر صحية. وأضاف أن الزراعة العضوية هي أسلوب آمن ولها فوائد اجتماعية واقتصادية، ويجب العمل على التحول تدريجيا من استخدام الأسمدة الكيميائية إلى الزراعة العضوية. وأوضح منسق السيمينار السيد ناتنائيل هبت ميكائيل من وزارة الزراعة أنه سيتم الترويج للزراعة الطبيعية باعتبارها حجر الزاوية في أنظمة الغذاء المستدام والمجتمعات الصحية والبيئة الخضراء. وذكر السيد تمسجن جبر مسكال من كلية العلوم في ماي نفعي أن الأدوية والأسمدة الطبيعية المصنوعة من نفايات الأسماك والأعشاب البحرية تجد القبول من المزارعين. تضمن السيمينار 8 أوراق بحثية حول المبيدات والأسمدة الطبيعية المصنوعة من أوراق والثمار النيم، ومعايير جودة السماد والأسمدة السائلة المصنوعة من قشر الموز والبيض وفضلات القهوة ونتائجها، وكذلك التجارب التي أجريت على السماد المصنوع من أوراق وزيت المورينجا. وقال مستشار وزير الزراعة السيد آلم سجد أسكدوم إن وزارة الزراعة تعمل جاهدة بالتعاون مع شركائها لتوفير الغذاء الصحي والآمن للمواطنين، حثا على تكثيف الأبحاث لضمان سلامة الإنتاج. تم توزيع اللوازم الدراسية للطلاب من العائلات المحتاجة في مديرية جندة إقليم شمال البحر الأحمر ومديرية ساسرات الإقليم الأوسط. وقدم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بمديرية جندة بالتعاون مع الإدارة والمعلمين مستلزمات دراسية ل 250 طالب من الأسر المحتاجة للدعم الاجتماعي، وقد شملت جميع المتطلبات التي تكفي لعام دراسي كامل. وأوضح مسؤول المكتب السيد إبراهيم عمر أن الهدف من هذا البرنامج الذي تقوم به الحكومة هو دعم الأسر المحتاجة بتوفير المتطلبات الدراسية لأبنائها وضمان عدم تخلفهم من المقاعد الدراسية لأسباب اقتصادية واجتماعية. وحثت مسؤولة وحدة الخدمات الاجتماعية السيدة فاطمة كنتباي بدورها العائلات لمتابعة أبنائهم وتحفيزهم في التعليم والاستفادة من الدعم المقدم لهم. وتفيد الأنباء الواردة من وكالة الأنباء الإريترية إيرينا أن المكتب قام في وقت سابق في مختلف إدارات الضواحي قام بتقديم مواقد خالية من الدخان ل 45 أسرة، بالإضافة إلى تقديم ملابس لمحتاجين آخرين. في غضون ذلك
قدم فرع العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم الأوسط يوم أمس 26 من سبتمبر قدم مستلزمات دراسية ل 110 طالب من أبناء الشهداء في مديرية صصرات. وأفاد المدير التنفيذي لمديرية صصرات السيد برخة تسفى جابر أن إدارات الضواحي هي من قامت بتحديد المحتاجين. بدوره أوضح خبير الرعاية الاجتماعية بفرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الأوسط السيد محاري ولد كيروس أن الدعم يعتبر جزء من برامج الدعم الاجتماعي الحكومية الهادفة إلى عدم تخلف الطلاب من مقاعد الدراسة نتيجة لأسباب اقتصادية واجتماعية. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. قرر المجلس العسكري الحاكم في مالي إنهاء التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع فرنسا، كما طلب من 5 دبلوماسيين فرنسيين مغادرة البلاد. جاء ذلك في وثيقة سرية بعثت بها وزارة خارجية مالي إلى السفارة الفرنسية في باماكو بتاريخ 17 من سبتمبر الحالي. وحسب الوثيقة التي سربت وتداولها الإعلام المحلي، فإن وزارة الخارجية المالية عدت 5 من موظفي السفارة الفرنسية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وطلبت منهم مغادرة أراضيها في غضون 72 ساعة من استلام الإشعار، ونبهت إلى ضرورة إعادة بطاقات الإقامة قبل المغادرة. كما تضمنت الوثيقة إشارة إلى أن مالي قد قررت وقف جميع أشكال التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب مع فرنسا. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن قرار مالي يأتي للرد على قرار فرنسا الأسبوع الماضي بطرد 2 من ضباط جهاز الاستخبارات المالي يعملان في سفارة مالي بباريس، وتعليق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. في خطوة عملية قبل ساعات من دخول العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ، استدعت طهران سفراءها لدى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور وفق ما أفاد الإعلام المحلي. وأوضح التلفزيون الرسمي الإيراني أن الاستدعاء جاء بعد التحرك غير المسؤول للبلدان الأوروبية الثلاثة لإعادة تفعيل قرارات ملغاة لمجلس الأمن الدولي. وجاءت هذه الخطوة بعد محاولة أخيرة لتجنب إعادة فرض العقوبات، إذ رفض مجلس الأمن مشروع قرار صيني روسي كان يهدف إلى تمديد الاتفاق النووي لعام 2015 لمدة 6 أشهر، مما أدى إلى تفعيل آلية الزناد لإعادة العقوبات. وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران لن تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي، مشيرا إلى وجود مستوى مرتفع من انعدام الثقة بين إيران والولايات المتحدة. ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون وجه باستخدام جميع الموارد لدعم البرنامج النووي من أجل شحذ الدرع والسيف النوويين لحماية سيادة البلاد وأمنها الوطني. وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كيم التقى بمسؤولين وعلماء كبار في معاهدة أبحاث الأسلحة النووية بكوريا الشمالية، وقال إن الأولوية القصوى للبلاد هي مواصلة تطوير موقف الرد النووي. وقال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ إن كوريا الشمالية سعت لعقود من الزمن إلى تنفيذ برنامج للأسلحة النووية، وشملت جهودها عملية سرية لتخصيب اليورانيوم سمحت بإنتاج ما يصل إلى 20 سلاحا نوويا كل عام. ذكرت وسائل إعلام رسمية أن زلزالا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة قانسو شمال غرب الصين، مما أدى إلى تناثر بلاط الأسقف وسقوط منازل. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن 7 أشخاص أصيبوا ولا تبدو أي من الإصابات خطيرة. وضرب الزلزال مقاطعة لوجنشي على عمق ضحل نسبيا بلغ 10 كيلومترات طبقا لما ذكره مركز الزلازل الحكومي الصيني. وكان مركز الزلازل على بعد حوالي 140 كيلومترا أي 87 ميلا جنوب شرق لانتشو عاصمة المقاطعة.
وذكر تلفزيون الصين المركزي CCTV أن الزلزال أدى إلى تدمير 8 منازل وإلحاق أضرار بأكثر من 100 منزل آخر. نختم هذه النشرة بتذكير أهم وأبرز العناوين. البلاد تحتفل بعيد الصليب. وفد إريتريا يشارك في مختلف المنتديات الدولية في نيويورك. وزارة الزراعة تنظم سيمينارا حول الزراعة الطبيعية. مالي تطرد 5 دبلوماسيين فرنسيين وتوقف التعاون في مكافحة الإرهاب. إيران تستدعي سفراءها لدى الترويكا الأوروبية. وكيم جون أون يدعو إلى شحذ الدرع والسيف النوويين. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.